ويلكم باك. في حلقة النهاردة هعمل تحدي من أقوى التحديات، وهي 50 يوم هارد كور. بصراحة التحدي ده ممكن تيجي متخيل في يوم نعمله، لكن حرفيا 50 يوم دول هيبقوا دمار. فطبعا 50 يوم هقسمهم لجزئين، حلقتين يعني. فما تنساش تعمل لايك واشتراك وجرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، أو كل تحدي أنزله أو كل فيديو أنزله. ويلا بينا على الفيديو. المهم اتظبطت هنا في العالم، وبعد ما اتظبطت ايه القرية في وشي. بصراحة حظي حلو. بعد كده رحت البيت الحداد وفتحت الشست ولقيت 5 ايرون وجزمة وبنطلون وسيف، وبدأت ارتب في الايرون كلهم عشان احصل على الايرون. بعد كده رحت اجيب معي خشب، ورحت لقيت قمح في وشي فقررت اني اجمع. شفتوا؟ بدأت تجميع القمح زي ما انتم شايفين. بعد كده كنت عايز اعمل اكس، فرحت جبت الخشب وعملت اكس، بدأت تجميع الخشب زي ما انتم شايفين. بعد كده رحت عملت هامر عشان ابدأ احصل على الستون، وحفرت لتحت عشان اخد حتى ستون وابدأ اعمل فرن وابدأ اعمل هامر ستون، هيبقى احسن من الخشب. بعد كده رحت عملت فرن. بعد كده كنت بحفر شوية، قلت ممكن الاقي ايرون. بعد كده رحت لقيت عملت هامر ستون زي ما انتم شايفين بعد عناء بس. وبعد كده بدأت التجميع للفران عشان الدنيا ليلت وبدأت تطلع. المهم في اليوم اللي بعده بدأت برضو في الكهف عشان احصل على الايرون، وكان هدف اني الاقي ايرون والاقي دايما اجمع اكبر كمية ايرون ودايما يعني. وبدأت اعمل شموع عشان ابدأ اشمع المكان. وطبعا السكيلتون كان هيموتني حرفيا، لان انا حمار نسيت اني بدل ما احط شيست الناحية التانية بقيت ماسكه في ايدي ناحية اليمين مش ناحية الشمال. ثم بدلتهم وبدأت ارتب في السكيلتون. المهم بعد كده كملت نزول في الكهف ولقيت هنا طبعا. بعد كده حطيت الكرافتين وعملت فرن عشان احلل الايرون اللي معايا. دخلت الكهف الكبير ده وقررت اني اشمعه عشان الوحوش بتترسبانش. طبعا جالي زومبي هنا بسيف، طبعا مش عارف ايه ده. بدأت اقتل فيهم المنظر ده. قلت اجمع شوية الايرون دول. المهم هنا بقى كنت اخسر العالم بتاعي بسبب الزومبي الصغير، فبدأت اقتل في الزومبي الكبير ده برضو. حرفيا كنت اخسر العالم في اللحظة دي وهتعرفوا ليه. المهم وانا بشمع المكان زي كده جالي الزومبي الكبير ده، فطبعا انا جيت اقتله عادي. المهم لقيت حاجة بتدمجني، لقيت الزومبي الصغير حرفيا هموت. لكن الحمد لله ربنا سترها، فقررت اني انسحب. بس عود لقيت السكيلتون في وشي فقلت بس كده لا، مش هينفع. اول حاجة قفلت على نفسي بالطريقة دي وبدأت اهيئ. بعد كده بدأت احفر لفوق، وانا بحفر لفوق لقيت دايما. يا صلاة النبي. بدأت تجميع الدايموند وانا بطلع برضو لقيت ايرون فقررت اني اخده برضو، فطلعت برا الكهف. وانا بطلع زي كده لقيت لك السكeleton ده في وشي، فاخدت ضربة على وشه بصراحة. طب تعالى بقى. من بعد ما قتلته فنسيت مكان القرية، لأن أنا دخلت في كهف وطلعت من الناحية التانية خالص. فبدأت بقى أدور على القرية بتاعتي وبدأت أطلع فوق الشجر زي كده بالطريقة دي. المهم إني لقيت القرية اللي أنا كنت فيها، رحت لها. وطبعا وأنا رايح طبعا لقيت لك البوابة دي في وشي. بصراحة كنت فرحان جدا، يعني ده هيوفر عليها وقت جدا طويل. المهم بدأت أحصل على الجولد ده،
عشان أحتاجه عشان أقبل مع بيلا. وبعد كده عملت أكس دايمون بأكس دايمون عشان أبدأ أحصل على الأوبسيديان. فأنا بدأت أكسر وأكسر 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 برضه. فجيت لك الشيست دوت في جولدن أبل وفي كان حاجة كده بصراحة يعني. وعملت الحفارة دي برضه الجافل ده عشان أبدأ أسوي مكان اللي هبني في البيت أو تبقى منطقة بتاعتي بمعنى أصح. فالمهم بعدين رحت نمت في بيت قرية. مش عارف ليه لحد دلوقتي ما خدتش سرير معايا. طبعا دخلت معانا ضيف واللي هو عمر واد عمي. الشخص ده بقى لقيته واحد كده ما بيعملش حاجة قلت له بس كده تعالى ادخل معايا الزرفر تجمع لي الخشب. المهم هو يعني يعتبر نوب شوية فهو فايدة انه كان بيجمع لي الخشب بس يعني دي الفايدة الوحيدة غير كده لأ. فكانت المشكلة في كده بدأت أشيل مكان الشيستات وأرجعها لورا. فالمهم أنا كنت ببني في المزرعة بتاعتي يعني مزرعة قمح. عارف ان شكلها غريب بس هتعرفها شكلها ازاي في الاخر. بعد كده بدأت احط الستون منظر ده بعد ما حطيت الديرت ومية وظبطت الدنيا دي كده لعب معايا بالمنظر ده. خدت المية وده كان المنظر النهائي بتاع المزرعة لكن لسه هكبرها تاني والتالت وهتشوف شكلها ازاي في الاخر يعني. المهم كنت نزلت كهف ولقيت دايمون. صح كنت اتفاجئت. بصراحة كان منظر الدايمون مغري أوي فبدأت أجمع في الدايمون لحد ما جمعت 6 حبات وبدأت أجمع في الجلد عشان أحتاجه قدام شوية. وأنا بنزل سبحان الله لقيت لك دايمون يعني حاجة بصراحة درون فعل اكستريم مش هتحصل كده. وبعد كده بدأت أجمع في فهم الله من الكهف وبعد كده عديت على القرية عشان أجيب قروي أبدأ أتقاعد معاه عندي في البيت. لكن الموضوع كان صعب جدا ومعقد. بصراحة كان الموضوع بيحتاج تفكير يعني. بعد ما عملت الطريق ده افتكرت اني لازم اطلع لفوق فكان الموضوع صعب شوية وواد ركب كمان حسيت ان هو عربيته. فالمهم بدأت في قراية كده في وشي كده فخدته معايا وبدأت ألف بالمنظر ده. بصراحة الموضوع كان معقد قوي قوي قوي. المهم اني خدت على الطريق زي كده وبدأت امشي بيه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بدأت احفر حفرة لتحت عشان اخليها لمكان الكرويين ولا ازوقه لان الكلب بتاع الحمار ركب. وبعد كده رحت نزلت عشان ابدا اظبط المكان. فالمهم الكلب بتاعي ما كانش راضي يسيب القراوي بسبب ان انا ضربته بالغلط القراوي بصراحة اتنكد. كنت اتشال. فروحت عملت الفاير دي وحطيت على الاكل بدل ما احرق خشب وفحم على الفاضي. وبس كده تكون خلصت حلقة النهاردة. متنساش تعمل لايك واشتراك ويستفير عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله البارت الجاي هينزل بكرة هو ال فهيكون اخر جزء يعني بس استمتع الجزء بسبب ان الدنيا عندي متلخبطة شوية. فهيبقى الحلقة الجاية هننزل وهنختم اللعبة بإذن الله إن شاء الله. وبس كده مع السلامة.